الاثرياء واصحاب المناصب الموجوده في البلد. الراجل ده واصل ومعاه فلوس زي الرز، ويعرف وزراء ويعرف ناس. المهم ان لو زعل من حد هيزعله، وممكن ما يخليش حد يعرف عنه طريق، ممكن ما حدش يعرف طريقه، يخفيه من على الدنيا كده، يشيله من على الارض شيل. الراجل ده عايش في فيلا ومتزوج وعايش دنيته زي الفل، وهو مراته ودنيتهم تمام ومعاهم فلوسهم ومناصبهم، وبيعملوا حفلات مع ناس وزراء والدنيا زي الفل ماشيه معاهم. الشخص اللي بنتكلم عنه النهارده اللي بيستغيث ده شخص من سنتين راح اشتغل مع الراجل ده، وهذا الرجل او رجل الاعمال اخذ الراجل ده وعمل له غرفه كده صغيره او بيت صغير في جنينه الفيلا، ومسكوا الاعمال الداخليه في الفيلا. تقدر تقول بقى يعني اللي ماسك جنينه الفيلا، بواب مثلا زي مع الجنايني مع حاجات زي كده، يعني ممشي الدنيا. الراجل ده عنده 40 سنه وغير متزوج راح قاعد، او كان متزوج وطلق وما عندوش اولاد يعني، المهم ان هو حاليا غير متزوج. فهو راح اشتغل، ونظرا للامانه والثقه اللي لقاها رجل الاعمال الواصل ده في هذا الشخص، اداله مهام كتير واداله صلاحيات كتير، لدرجه ان جميع اعمال الفيلا وطلبات الفيلا هو اللي بيعملها. طبعا الفيلا فيها خدامين وحاجات من ديت، واللي عاوزين فخلاه بقى يجيب طلبات ويجيب حاجات. ولو مثلا المدام رايحه مشوار ومش يعني لازم يكون معاها راجل وهو مش فاضي، ممكن يبعت الشخص ده معاها، ودرجه الثقه عاليه جدا، ويعني بقى شخص مهم بالنسبه لهذا الرجل اللي هو رجل الاعمال. رجل الاعمال لم يخطئ، راح اعجب بفتاه وتزوجها على سنه الله ورسوله، لكنه ما عندوش حاجه يخاف عليها، المال ماله والدنيا دنيته. فابلغ زوجته انا اتجوزت وطالع لمده شهر او 15 يوم في دولة ما او في مكان ما نقضي شهر العسل، والله انا اتجوزت وانت موجودة عندي، وانتوا الاتنين هتبقى انت زوجتي وهي زوجتي التانية، عاجبك تكملي، عاجبك مش عاجبك انت حرة، انا مفيش حاجة تضمني، بس كده انا ما عملتش حاجة غلط واتجوزت. وبالفعل سافر هذا الزوج واخذ زوجته التانية اللي هو لسه متجوزها وسافروا. طبعا اللي حصل كارثة. ايه اللي حصل؟ انا من وجهة نظري ان ده كان تحدي او انتقام او غل، نوع من الانتقام النفسي عند هذه السيدة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد في اليوم اللي هو سافر فيه زوجها مع يعني زوجتها او ضرتها او زوجته التانية يعني ضرتها، سافروا وعارفه طبعا عارفه النهارده دخلتهم، هي عارفه ان النهارده دخلتهم، فكان او عملت حاجه غريبه جدا. انا من وجهة نظري وصفتها ان هو انتقام النفس او انتقام من النفس او الانتقام منه في نفسي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي راحت الساعة 3 بالليل، فوجئ هذا الشخص اللي نايم في الغرفة اللي هي في الفيلا، الباب بيخبط، مين؟ انا المدام. فطبعا قال لي يا نهار ابيض في ايه؟ خير يا رب، يكون في حرامي جه ولا حد ولا في ايه؟ ففتح للمدام، ايه يا ست الكل في ايه؟ خير، ايه اللي حصل؟ فوجئ ان المدام راحت داخله الغرفه ودخلت على جوه لابسه روب، وراحت متضيره له، فتحت الروب واكتشف ان هي مش لابسه حاجه خالص تحت الروب، كما ولدتها امها. طبعا دار وشه واستغفر الله العظيم فيها مدام مش عارف ايه. قالت له بقول لك اقفل الباب وتعالى. قفل الباب، فيها يا ست بس الله يكرمك ايه اللي حصل؟ مش عارف. قالت له هتعمل معايا زي ما هو بيعمل دلوقتي، زي ما هو مع زوجته بيعمل، هتعمل انت معايا، ولو ما عملتش هكلمه في التليفون واقول له ان انت اتهجمت عليا، واقول له ان انت اتحرشت بيا وكنت عايز تغتصبني وحاجات من هذا القبيل. يا ست الله يهديكي، يا ست يمين، يا ست شمال، يا ست انا عايز اكل عيش. قالت له هي كلمتين اتنين، انا قدامك والقرار في ايدك، يا اكلمه واقول له انت كذا يعني كنت جاي تغتصبني او اغتصبتني او تحرشت بيا او عينك مني او اي حاجه من هذا القبيل، يا تعمل اللي انا بقول لك عليه. للاسف
هذا الشخص وقع معها في الزنا ووافقها على اللي هي عايزاه وعاش معاها، فما كان منه لان طبعا العلاقه اللي بينهم، هو بقاله غايب شهر بره ولا 15 يوم، الله اعلم بالمده يعني، بس كانت فتره يعني. المده اللي غابها هذا الشخص او رجل الاعمال غابها مع زوجته الثانيه بره، دي كانت كل يوم بايته مع هذا الشخص، لدرجه ان هي في الفتره دي ادت اجازه للخدامين في الفتره دي، واتخذتها كانها شهر عسل ليها هي كمان، كانها شهر عسل ليها هي كمان. عملت ايه؟ مشت كل الخدامين يخدموا بالنهار ويمشوا بالليل، والمكان اللي هي راحت له اول مره اللي هو الجنينه او الغرفه اللي في الجنينه، خلاص بقى الراجل بيبات معاها على نفس سرير رجل الاعمال. غريته بالفلوس، ده كلامه، لدرجه ان بتجيب له الكوتشي اللي هو كان بيجيبه ب 100 جنيه بتجيب له كوتشي ب 5000 جنيه، براندات بقى وماركات ووص اللي انت عايزه، مغرقاه بالفلوس. ولدرجه كمان ان لما لقيته بعد حوالي 5-6 ايام يهنج منها من كتر العلاقه صباحا ومساء، الصبح يعني اول في بدايه الليل وفي نهايه الليل وكلام من ده، فلقيته بدا العمليه تهدى معاه، بدات تجيب له منشطات ومقويات جنسيه عشان يتنيه مكمل معاها وتطلع كم الحقد والغل اللي هي حاسه بيه، ومكمل معاها ولحد النهارده هو مكمل معاها. لكن جات له قرفه ان هو صحو الضمير، اللي هو بيعمله ده فسق وفجور وفاحشه، واللي هو بيعمله غلط. فكلمها: يا ست هانم الله يكرمك. طبعا الزوج خلص والزوج ورجع هو والمدام التانية بتاعته، ولكن دي مكمله، مجرد اي فرصه بتنفرد بيه مع هذا الشخص اللي هو الراجل اللي شغال في الفيلا ده، مجرد ما تنفرد بيه بتمارس معاه هذه العلاقه. ونظرا لثقه رجل الاعمال ده فهذا الشخص اللي هو متعود ومديله الامان، ان مثلا لو هي رايحه مشوار ولازم معاها راجل فروح انت معاها، بدات هي برضو تطلبه لما يبقى الدنيا مقفله والناس كلها موجوده ومش هينفع، انا رايحه مشوار كذا وعايزه فلان معايا، وبالفعل يطلع معاها بالسياره وتاخده وتروح على فندق، تاخده وتروح على اي مكان وتعمل معاها الرذيله. كلمها كتير بس كان ردها واحد: هتكمل معايا غصب عنك، مش هتكمل معايا هفضحك وهقول انك اتعديت عليا، واخلي زوجي ما يخليكش حد الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جر. فتمشي معايا بالحب والود، هغرقك فلوس، هنغنغك، هعمل لك اللي انت عايزه، انا مش عايزه منك غير اللي احنا نعمل مع بعض، وهخليك فوق، مش هخليك تحتاج حاجه. عايز فلوس كمان تحوش وتعمل ارض، حوش واعمل ارض، وهديك فلوس باللي انت عايزه. لكن تفكر تسيبني وتمشي، هنفيك من على وش الدنيا. هو مش عارف يعمل ايه، هو خلاص قرف، هو خلاص خايف من ربنا، عارف ان اللي هو بيعمله ده يعني مصيبه كبرى، لكن ممسوك من ايده اللي بتوجعه، ان فعلا لو هي قالت للراجل ده حاجه، الراجل ده ممكن ينفيه من على وش الدنيا، فمش عارف يعمل ايه. هل عندكم حل؟ ده كلامه لينا. في الوقت الحالي هو غايص معاه او غطسان معاه في ممارسه الزنا والفاحشه، فمش عارف يعمل ايه. اتكلم انا مبدئيا، انا زي ما قلت لكم في الاول، انا حللت الموقف ان هي عملت كده معاه، لا هي حبا فيه ولا اعجابا فيه، هي انتقام نفسي من زوجها اللي سابها واتجوز واحده تانيه، فانا بقى بنتقم منك ان هخلي حد غيرك اللي يجي معايا ويبقى معايا. ممكن بقى نتيجه الممارسه انت عجبتها الكلام ده كله فماشيه معاك. بص يا ابني، مبدئيا من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ما يغركش الفلوس اللي هي بتديها لك، كله فاني، انت لازم تسيب المكان ده فورا. طبعا الكلام ده لما قلته قال لي: طب هروح فين هيجيبني ده؟ لو فين هيجيبني؟ هتقول ده حصل كذا كذا وهيجيبني. هو مش عارف يعمل ايه. اولا انت يعني قولا واحدا لازم تسيب المكان ده، خلصت، لازم تسيبه، ده رقم واحد.
رقم 2، عشان تأمن نفسك، ده وجهة نظري الشخصية، عشان تأمن نفسك انت بتقول انك غرقان معاها في الرذيلة، وبتكلمها كتير، كل مرة تقعد تكلمها وتقول لها حرام، وتقول لها انا خايف، وتقول لها انا خايف من ربنا، تقول لك هتعمل ولا كذا كذا. انا من وجهة نظري انت كده كده مكمل زي ما انت بتقول عشان خايف. مرة من المرات دي قبل هي ما تيجي افتح فيديو وسجل، ولما تجيلك وتدخل عليك قول لها انا مش عايز اعمل الكلام ده، انا خايف من ربنا، انت جيتيلي في اول مره وغصبتيني وعملتي، قول ان هي اللي جات لك وهي اللي غصبتك وهددتك. طبعا هي هترد عليك، هتقول لك لا انت هتعمل، ولو ما عملتش هقول لجوزي ان انت بتتحرش بيا وهوديك، الكلام اللي انت بتقوله ده، وهتعمل معايا غصب عنك وبتاع يعني اظهر في الفيديو او في تسجيل الفيديو ده ان هي اللي جايه لك وغصب هتعمل غصب عنك. وبهذا الفيديو بعد ما تخلص وتمشي هي، خد الفيديو اللي معاك ده، اعمل له نسخه محترمه كده وخليها في مكان معين، تمام؟ وبالفيديو ده انا هسيب الشغل وتقول لها، او انا مش هعمل الكلام ده تاني وانت في حالك وانا في حالي. هتيجي تهددك، قول لها انا معايا فيديو اهو بيثبت ان انت اللي جايه وكذا وكذا وكذا، ويوم ما تتبلى عليا انا هودي الفيديو ده لجوزك. في الوقت ده انت اللي هتروح في 60 داهيه. لو مش هتروح في 60 داهيه قانونا، هتروح في 60 داهيه من ناحيه الزوج، هيرميكي. وبكده يبقى امنت نفسك. ومن وجهه نظري بعد هذا الموقف سيب الدنيا بحالها وامشي، سيب الليله بحالها وامشي. هي هتخاف، انا اعتقد ان هي هتخاف لما تشوف الفيديو ده، هتخاف تنفضح هي، وهتحس انك معاك دليل يثبت انك انت مش غلطان، وان لو هي قالت عليك اي حاجه هتبقى يعني بتتبلى عليك، وانت معاك دليل براءتك. فابعد يا ابن الناس عن القصه ديت، بس خلي معاك دليل زي ما قلت لك. طالما كل مره بتقول لها الحرام والحلال وان انت غصباني، وتيجي هي تقول لك لو ما عملتش هعمل، سجل لها. ازاي مره ما فكرتش مره ازاي انك ان دي تيجي على دماغك يعني؟ سجل لها وامسك دليل في ايدك وهددها بيه زي ما بتهددها، قول لها انا مش هعمل كده تاني، ولو قربت مني تاني انا هودي الحاجه دي لزوجك، وهقعد اتكلم معاه واقول له يا فندم حصل من مرتك كذا 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 وغصبتني ان اعمل عشان كنت خايف، بس كنت خايف من حضرتك، وعشان يعني اخلص من الخوف ده انا سجلت لحضرتك، اتفضل، سجلت علاقه ما بيني وما بينها، واسمع الكلام اللي في الاول عشان تعرف ان هي اللي غصباني وان انا معليش ذنب. يبقى حميت نفسك. ده كان رايي. هينتظر هو كمان رايكم في الكومنتات ان شاء رب العالمين، تردوا عليه، ولو حد عنده حل افضل هو هينتظر. دي كانت قصتنا.